السلام عليكم. هاد لا فيديو غادي تكون هي تقديم ولا انتروداكسيون لسلسله ديال الفيديوهات على الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنين بالضبط باستخدام بايثون. قبل ما نهضروا على الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنين خصنا نهضروا على الالهام منين جا هادشي واللي هو الذكاء الطبيعي ولا ذكاء الانسان. فشنو كتعرف على الذكاء الطبيعي ديالنا؟ نتخيلوا دابا مجموعه ديال الناس، الاول فيهم غادي في لوطوروت كيسوق الطوموبيل ديالو، الثاني كيحل في معادلات رياضيه جد معقده، الثالث كيكتب الشعر ولا روايه ادبيه، والرابع مثلا واحد البنت كتعزف على البيانو ولا اي آلة موسيقيه. فشنو كيجمع هاد الناس كاملين؟ اللي كيجمع هاد الناس كاملين هما الذكاء الطبيعي، هاد الهبه العجيبه اللي كتعطينا القدره باش نتعلموا ونطوروا المهارات ديالنا. لكن الحقيقة هي أننا ماشي كلنا كنتزادوا فينا هاد القدرات جاهزة، والتعلم ديالها كياخد وقت وصبر وتجربة. لحسن الحظ حنا كاملين عندنا واحد الجهاز خارق اللي هو الدماغ، هاد العبقري الصغير اللي كيخدم 24/7 باش يلاحظ، يحلل ويخزن المعلومات، واللي بفضل ديالو كل نهار كنكونوا اذكى من البارح، وكل يوم كنتعلموا حاجات جديده. فالسؤال هنايا هو شنو هو الذكاء الطبيعي وكيفاش الدماغ ديالنا كيخلينا نوليو اذكى نهار بعد نهار؟ اول حاجه كيعتمد عليها الدماغ باش يعطينا الذكاء هي الملاحظه والتعلم. الطفل الصغير ملي كيتزاد كيبدا يشوف باباه وماماه كيهضروا، كيتحركوا، كيضحكوا، ماشي غير كيشوف وانما كيتعلم. فالدماغ ديال الطفل هو بحال واحد الاسفنجه كيمتص كل حاجه، الحركات، الاصوات وحتى النبرات. ولكن اللي مثير في هاد الملاحظه هي انها تفاعليه غير اكتيف. فالطفل كيبدا يقلد وكيجرب الحركات وكيبدل في الطريقه ديالو، ملي كيشوف والديه تيصفقوا حتى هو تيصفق، وبهذا الشكل كل لحظه كتحول المعلومه جديده اللي كترسخ في الدماغ وكتنمي الذكاء ديالو. فالملاحظه هي البدايه ديال كل رحله تعليميه في حياتنا، وهي اللي كتخلينا يتحلوا لنا الابواب ديال الفهم. ثاني حاجة كتبني الذكاء الطبيعي ديال الإنسان هي التجربة والخطأ، فهما السر اللي كيخلونا نتطوروا. إلا فكرتي في شي مرة كنتي كتحاول تتعلم شي حاجة جديدة، بحال مثلا ركوب الدراجة، وكنتي فرحان غادي في حماس وفجأة طحتي، في هاد اللحظة واش الدماغ ديالك تيقول لك صافي أنا راني ما قادرش، راه ما غاديش نتعلم صافي غير ليس طومبي؟ بالعكس، الدماغ كيدخل في واحد المرحله مهمه، كيحلل علاش طحتي، كيشوف شنو خاصك تبدل، وتيقول لك نعاودو نجرب. اللي كيوقع غيالمو هو انه في كل مره كنغلطوا كينشئوا روابط جديده في الدماغ ما بين الخلايا العصبيه باش يفهم اكثر ويطور المهاره ديالك. هكا كل تجربه كتولي درس جديد اللي كيبدل لنا الدماغ حقيقة وكيعطينا فرصة للتحسن. فالتعلم عن طريق التجربة والخطأ هو اللي تعطي الإنسان القوة باش يتعلم بسرعة ويتكيف مع أي موقف. الخاصية الثالثة للذكاء الطبيعي هي سر من أسرار الدماغ البشري، واللي هي المرونة، la flexibility. الناس اللي ما عندهمش المرونة التفكير هما اللي كتهرسهم الظروف الجديدة اللي ما كانوش كيعرفوها قبل، لقى راسو في سيتوياسيون جديده ما كيعرفش يتصرف فكيقدر يتهرس. لان الذكاء البشري ماشي بحال الآلة اللي خصنا اشاك فوا نبقاو نعطوها بروغرام جديد ملي الظروف كتبدل. بالعكس، الدماغ ديالنا عنده قدره عجيبه لايجاد الحلول، واللي هي لا فليكسيبيليتي ولا المرونه. مثلا تخيلوا انك مسافر ولقيتي الطريق مقطوعه اللي كنتي غادي فيها، اوتوماتيكمون الدماغ تيبدا تفكر في لي سيناريو، واش غترجع في حالك، واش غتشوف جي بي اس، واش غتسول الناس، وكيبدا يحط لي سيناريو البديلين. المرونه هي اللي كتخلي الدماغ ديالنا يعيد برمجة نفسه باش يتأقلم مع الظروف الجديدة، وكيفكر خارج الصندوق out of the box وكيلقى حلول غير متوقعة.
الخاصية الرابعة اللي كتميز الذكاء الطبيعي هي الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو القدرة ديالك أنك تفهم المشاعر ديالك ومشاعر الناس اللي حداك والتعامل معها بذكاء. شكون اللي معصب، شكون اللي محتاج نفهمه، شكون اللي خاصه قهوة قبل ما نهضر معاه. لأن الناس ماشي روبوتس، والتفهم ديال المشاعر ديالهم هو اللي كيبني العلاقات. كما كنقولوا كن أنت العقل الذي يربط القلوب. هاد المهارة هي اللي كتخليك تعرف تحل المشاكل بطريقة هادئة وفعالة، خصوصا في المواقف اللي كيدخل فيها التوتر والعواطف. الذكاء العاطفي كيخدمنا بزاف في الحياة اليومية، في الخدمة، ما بين العائلة، مع الأصدقاء. لأن الذكاء ماشي غير في الحسابات ولكن حتى في المشاعر. فالدماغ ديالك ماشي عقلاني 100%، وعنده قدرة هائلة يفهم بها القلوب قبل العقول، وهنا كيبان الذكاء العاطفي ديالك. فهو المهارة اللي كتخليك ماشي غير كتحل المشاكل، وإنما كتبني علاقات قوية وصحية وأحسن. وخا تكون الدنيا معقدة، بقليل من الهدوء والتفهم والكثير من الذكاء العاطفي تقدر دير فرق كبير. الخاصية الموالية هي الذاكرة. الذاكرة ديالنا ماشي بحال شي خزانة عادية كتخزن غير المعلومات، وإنما الدماغ ديالنا كيشتغل بحال شي مكتبة عملاقة، وكل ذكرى فيها عندها سياق خاص. مثلا إلا عقلتي على أول يوم في المدرسة، ما كتذكرش التاريخ، ولكن كتذكر الريحة، الألوان، باش كنتي كتحس. لأن الدماغ ديالنا كيوزع الذكريات على مناطق مختلفة، منطقة خاصة بالذكريات، منطقة خاصة بالمعلومات المعقدة، منطقة خاصة بالمشاعر. ولكن الرائع هو أن الذاكرة تتغير مع الوقت وكتعزز أكثر من اللي كنستعملوها، وهي اللي كتخلينا نتعلموا ونتذكروا ونديروا صلة الوصل ما بين الذكريات والمشاعر اللي كنحسوا، ونفسروا التجارب اللي كنمروا بها بطريقة فريدة. هادو كانوا أمثلة ديال الذكاء الطبيعي، وكاينين أمثلة آخرين بحال الذكاء الجسدي اللي كيكون عند اللاعبين والرياضيين، بحال الكرياتيفيتي اللي تيكون عند الفنان، الرسام، ولا الناس اللي كيعزفوا على الآلات بحال لا جيتار، بحال الفيولون. دونك الناس اللي عندهم الإبداع بحال الكونتنت كرييترز دابا، وسيتا هما يعتبر نوع من الذكاء الطبيعي ديال الانسان. بحال الذكاء الاكاديمي اللي هو فيه الذكاء الرياضي اللي فيه الاناليز، التفكير، وكل ما هو يتعلق بالاكاديميك. هذا نوع ديال الذكاء الطبيعي كذلك. فهاد الذكاء ديال الانسان هو اللي خلانا نوصلوا لهذا التطور والحضاره اللي حنا فيها، وخلى الانسان يوفر لراسو واحد العالم مريح ومتقدم تكنولوجيا. فإلا كان الانسان كيعرف يدير واحد الحاجه مزيان، هي to build tools. الانسان متخصص في بناء الالات اللي كتوفر ليه الراحه والرفاهيه والتقدم، وهذا الشيء هو اللي خلانا نوصلوا دابا لما يسمى بالذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي مبني على واحد الفكرة بسيطة ولكن عبقرية، هو تصميم آلات كتعرف تفكر بحال واحد النظام مهيكل، كتعلم من البيانات اللي كتوصلها وكتحسن راسها مع الوقت. فهو ماشي الجوريثم اللي كيدير أوامر ثابتة، بل هو نظام كيطور راسو براسو كلما زادت التجارب اللي كيتعامل معها. فهو كيجمع ما بين التعلم، الفهم، تحليل المعلومات باش يخدم بطريقة ذكية وفعالة. فالذكاء الاصطناعي كيتحرك بواحد الخوارزميات algorithms اللي كتخليه ياخد قرارات ويحل مشاكل بحال واحد الإنسان صغير داخل الآلة، وكل نهار كيتحسن وكيزيد ذكاء وكيقرب تكنولوجيا خطوة باش تولي تفكر بواحد الطريقة ما كناش كنتصوروها من قبل. فهو مستوحى من الطريقة اللي كيخدم بها الدماغ ديالنا، كيفاش كنتعلموا نحلوا المشاكل، كيفاش كنفهموا، كيفاش كنطوروا. فالذكاء الاصطناعي كيدير تقريبا نفس الحاجة، فهو بطريقة بسيطة كيحاول يقلد الذكاء الإنساني ولا الذكاء الطبيعي.
وهذا بالضبط غادي يكون الهدف ديال هاد لا سيري ديال لي فيديو على الماشين ليرنين والتعلم الآلي، اللي غادي يكون موجه بالخصوص للناس اللي ما عندهمش تجربة كبيرة في البرمجة في البروغرامين. غنمشيو معاهم خطوة بخطوة باش يتعلموا الديزاين ديال AI algorithms. غادي نتعلموا شنو هو الماشين ليرنين، كيفاش كيخدم، كيفاش نقدر نقاد الجوريثم باش تبدا مشروع ديال الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وكيفاش تستعمل الادوات الجاهزه لتطبيق الافكار ديالك بلا ما تكون محترف في البرمجه ولا البروغرامين. الهدف هو ان معظم الناس يفهموا التكنولوجيا اللي ولات دابا ديال الاصطناعي وتولي قادر تخدم بها في الحياه اليوميه وحتى في البروجيكت ديالك. فحاليا الذكاء الاصطناعي ما بقيناش كنشوفوه غير في الافلام، وانما ولا جزء من الواقع ديالنا بلا ما نحس. مثلا التشات بوت تيلمون كتحس بهذاك التشات بوت كيفهمك، شحال من مره كتحمس وكيقول لك ام جاست تشات بوت، لانه تيلمون تيعرفك عنده مهارات في الذكاء الاصطناعي كيولي كيعطيك الاجوبه اللي انت كتقلب عليها نيشان. كذلك نتفليكس، فشحال من مره كتلقى لي ريكومونداسيون ديال نتفليكس كيعجبوك، لان نتفليكس كيلاحظ لي شو اللي كتفرج فيهم، اللي كدير لهم لايك، اللي كتكملهم حتى الاخر، كيجمع الباز دوني عليك وكيولي كيعرف تايبس ديال الشوز اللي كيعجبوك، واش كوميدي، واش دوكيومنتري، واش تيلي رياليتي. فكيولي كيعطيك دي ريكومونداسيون كيشبهوا لك، واخا راه في الاخر كتبقى تقلب كتفرج شي حاجه انت مفرج فيها. حنا كاملين عارفين هذا الشيء، ما هذا ماشي خطا ديال نتفليكس، هذا مشكل ديالنا حنا. الاونلاين شوبين حتى هو فيه بزاف ديال الذكاء الاصطناعي. شحال من مره لقيتي راسك دخلتي لواحد السيت ما باغيش تشري، باغي غير تتفرج تشوف الجديد في امازون مثلا، فكتلقى راسك عمرتي الباني. علاش؟ لان هذاك السيت كيعرفك مزيان بالذكاء الاصطناعي، كيولي عارف شنو كيعجبك، كيريكومونديه ليك، العقل ديالك كيشوف داك الشيء كيعجبو، فكتبقى كتشري بلا ما تحس. وهذه حتى هي راه ماشي العيب في السيت، وانما ما تخليش الذكاء الاصطناعي يغلبك وتشري حوايج انت ما محتاجش ليهم. اوتو درايفين كارز ولا السيارات اللي كتسوق راسها هما تما مثال حي ديال الذكاء الاصطناعي اللي ولا دابا، ومثال زوين قرب يوصل لينا. دونك حتى هو من الامثله ديال الذكاء الاصطناعي. جوجل مابس اوسي كيفاش كيقدر يلقى لك احسن طريق، الطريق اللي توصلك دغيا، الطريق اللي تكونوا فيها لي طرافو، الرادار وحتى لي زابليكاسيون اللي كيقدروا يلعبوا بحال شطرنج ولا مجموعه من الالعاب اللي كتحتاج ذكاء ذهني طالع. هادو امثله كيفاش الذكاء الاصطناعي ولا جزء من الحياه ديالنا. يعني هو مبقاتش شي حاجه كنشوفوها في الافلام، هو ولا حاضر معنا في لي زابليكاسيون. بزاف كيشبهوا الذكاء الاصطناعي والثوره ديالو بالثوره ديال الكهرباء. الا لاحظتوا دابا الكهرباء جزء من حياتنا، الا تخيلتي غير واحد النهار ما كاينش الضوء، يعني حياتك بحال كتوقف. ماشي غير حياتك انت، وانما حياتنا احنا كاملين. كنعتمدوا على الكهرباء في الخدمه، في الاكل، في الحياه، في كل شيء تقريبا كنديروه بالكهرباء. فكذلك الذكاء الاصطناعي من المرتقب انه يكون اساس المستقبل، وضروري نتعلموه. الخبر الزوين هنا هو ان اي واحد يقدر يتعلم الذكاء الاصطناعي، وبالضبط الماشين ليرنين. الماشين ليرنين هو اللي كيعلمك كيفاش تخلي لورديناتور يتعلم من الداتا ويتطور مع الوقت، بحال شي وليد صغيور كيكبر وكيتعلم من التجارب. وما تخافش، راه ماشي خاصك تكون عبقري في المات ولا اكسبير في البروغراماسيون باش تعرف الماشين ليرنين. في هاد لا سيري ديال لي فيديو غادي نحاولوا نبسطوا كلشي من اساسيات ديال التعليم الآلي ولا الماشين ليرنين حتى كيفاش تستعمل ادوات فعاله باش تبني اول مشروع ذكاء صناعي ديالك بلا ما تكون اكسبير في البرمجه. دونك خليك معنا الفيديوهات الجايين باش تكتشف الخطوات الاولى باش تكون جزء من هذه الثوره التكنولوجيه
المستقبل راه ديجا بدا، الذكاء الاصطناعي راه كاين ديجا، والسؤال هو واش انت مستعد باش تساهم فيه وتكون جزء منه. ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.